وانتوا بنفسكم هتقولوا مين في الفيديو ده الراجل ومين اللي لا مؤاخذة. شوف مع بعض. يعني الوقفه النهارده هو الرد الطبيعي والمنطقي للقضيه الهزليه القضيه الهزليه اللي كانت موجوده يعني النهارده. قضيه بادراك 6 ابريل كحركه ارهابيه، رغم ان هي حركه اصلا اللي بتنادي بالسلميه ومنهجها اصلا السلميه واللا عنف. فاعتبرنا ان فكره ادراجها كمنظمه ارهابيه هو يعني قضيه فكاهيه، فلازم يكون رد عليها بالمنظر ده، يعني كسخريه اصلا من القضيه واللي رافعينها بسبب تأييدهم للنظام الجديد او للسيسي. مين بقى الراجل ومين اللي لا مؤاخذة؟ اعتقد واضح قوي قوي قوي. الجندي اللي اشرف من اي حد ممكن يكون كان ماشي في مظاهرة زي دي، الراجل اللي واقف في عز البرد وفي عز الحر وخارج من بيته، لا أكل ولا شرب ولا عارف هياكل ولا يشرب ولا هيرجع بيته ولا مش راجع، هيشوف أهله ولا مش هيشوفهم، قاعد بيحمي وطنه وبيحمي بلده، وكل همه إنه يقف يتابع أمن الوطن. ده الراجل ولا اللي لا مؤاخذة ملغمط وشه بألوان ولابس سوري يعني، هو ايه اللي هو لابسه ده؟ ده لا هو محصل بنطلون ولا هو محصل شورت. لكن نقول ايه؟ خواجات بعيد عنكم.